اهلا بك يا عزيزي. النهارده عندنا تحدي، وهو ان انا هقلب الفريق خالص. يعني المدافع هيكون مهاجم والمهاجم هيكون مدافع. حاولت اقلب الحارس بس للاسف قلت هخليه زي ما هو لان كان ممنوع. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش برضه اعمل لايك وسبسكرايب وخليك مع الفيديو. اقول لك ايه تاني غير كده؟ خليك مع الفيديو. طبعا زي ما انت شايف دي التشكيله اللي هلعب فيها، فهبدل الدنيا كلها وهوريك في النهايه التشكيله بقت عامله ازاي. دي تشكيلة طبعا، فايه نسمي الله بقى ونخش على الماتش. دي تقريبا زي فرصة انفراد بس ضاعت للأسف، بصها للحارس بعدين. حاجة كويسة، جليتش جامد من الآخر. يعني حاجة كويسة إن جليتشات زي دي لسه موجودة ما تصلحتش، لأن مادام هي في نصيبي فخلاص مش لازم أتعصب. ليه بقى أتعصب؟ طبعا زي ما انت شايف هنا فاكرين هم عندهم فرص بس مفيش فرصة بربع جنيه، أو في فرصة. لأن من الفيديوهات القديمة زي ما انت فاكر الحمد لله قدر يصدها. المهم من الفيديوهات القديمة لو انت فاكر ان انا كنت بتكلم عن مهاراتي الدفاعية وقد ايه انا مدافع زبالة، ولحد دلوقتي انا واخد بالي ومصدق فعلا ان انا لسه مدافع زبالة، لان واضح قوي من المنظر اللي انا بعمله دوت. جول؟ لا. اخدها بعدين بصال اجل دي جول بقى خلاص. للاسف دي جول، وانا قاعد بتفرج على الكرة بتدخل ومهاراتي الدفاعية بتديني يمين وشمال. فزي ما انت شايف كده، زي ما انت عندك خش 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 اقطع. ما فيش فايدة. جاب جول. لا ما جابهاش كويس قوي. كويس ضيعها. دلوقتي جت للحارس شاطها بعيد وباصة ورا التانية ورا التالتة. يتأنب بقى بسرعة أو مش يتأنب، في فرصة فاضية للأسف برضه نفس الحاجة. جت له الكرة مرة تانية وهو قاعد ماشي باصاها ده وجت أشوط بس مفيش فايدة، فأخدها. يلا بقى ارتو خبطت فيه بعدين طارت، طلعها بعيد. جات له ما جاتليش انا بعدين واخدها وخلاص. انفراد زي ما هو باين، وانا طبعا مش قد كده في البتاع. اوفسايد كويس اوي، احسن حاجه. طبعا زي ما انت شايف فرصة انفراد واخد الكرة وهو باصة حلوة ديت، وبيجري 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 وبيجري. طبعا شادد على نفسه جامد، شادد وبتاع. نسيت اغير الشوطة. انا كان اخويا الصغير بيلعب مكاني، فهو بيلعب باعدادات اللي هو بيشوط من المربع. انا بلعب بشوط بالأو. خلاص بقى اغيرها بعدين. طبعا الغلطة دي لا الحمد لله اهو طلع قدها الحمد لله. وقف وساب الكورة. طبعا الكورة لسه معاه بعدين ارتو دي يستحق عليها الصمت ويستحق القول عليها. انا حقا اعترض، تمام، لان انا اول مرة في حياتي اشوف جول بيجي بالمنظر دوت بصراحة. يعني وبوت بيعمل ارتو المنظر ده، لا خطيرة. الكرة اتقطعت مني واحاول ارجعها. النبي هتجيب كده، والنبي هتجيب كده. افتكرت الشد وتجرار فيليكس هيحل الموضوع، بس لقيته عمل باصة خطيرة. انما ايه الشخص بتاعه دوت واخد الكرة في انفراد وبعدين باصة وارتو في ال90 على طول. مش عارف ال AI عامل شغل عالمي يعني مش عارف ليه عامل شغل عالمي دي المرة دي. بعد محاولات عديدة من التسجيل والبتاع، الحارس الله أكبر عليه يعني شغال شغل المدافعين. باصة حلوة بصراحة منه وبعدين شاط وصدها وجات له تاني طبعا بالصدفة. والتاكلينج ده مش عارف ايه اللي خلاه يتاكل، يعني يعمل بالطريقة ديت مع اني مخليه يجري. انا ضاغط على البتاع يجري وكمان يكعبل، بس مش ايه اللي خلاه يعمل بالطريقة ديت. انا مش عارف، هي بصراحة طريقة غريبة شوية، بس لو كان صدها كانت هتكون حلوة بصراحة. طبعا بعد ما خسرنا خسارة وحشة قوي من فريق دوت اللي مش عارف اسمه ايه دوت. اسمه كده تحسه بكود بصراحة. المهم دلوقتي جه الدور على باريس سان جيرمان، وان شاء الله ما يكسفوناش، فهنبدل بالمنظر دوت زي ما انت شايف. اما بقى ليفربول فانا مش عارف ايه وضعه. انا لما بدلت حسيت اللعب تقيل شوية، معرفش. زي ما انت شايف راوغته كده هوت ويلا بيه. انا جبت اخري خلاص، لازم اغير الموضوع دوت. كان ليا فرصة ان انا اغير بس ضيعتها. خلاص جبت اخري بس كده، خلاص غيرتها مفيش فايدة. مفيش فايدة، بس يعني هنعوض ان شاء الله.
هي دي اخر كلمة هنعوض. انا حاولت على قد ما اقدر اخده يمين في شمال وبتاع، مفيش فايدة، عارفين كأنه مغناطيس لازق فيا. عارف انا اتحرك فين من قبل ما افكر حتى، معرفش بيعملوها ازاي، بس انا بحاول على قد ما اقدر اروح مكان يمين في شمال في اي حتة، وهو كده اروح يمين الاقيه يمين اصلا قبل ما اروح، شمال الاقيه في شمال قبل ما اروح. عصبني شوية. هنا بقى خد الكورة يمين في شمال وباصة وبتاع وكذا، وانا بحاول على قد ما اقدر، وهم جاب جول وانا قاعد بتفرج عليه عادي كده. طبعا الكورة معانا معرفش بنعمله ايه، بس هو بحاول على قد ما اقدر بديه ده وبعدين ابص. Messi, 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 immens Messi, encara Messi, encara Messi, فسيدت زي اللي قبلها، مع اني كنت واخد في بالي ان هو خلاص احنا جبنا جول ومراوغة يمين في شمال وحطيناه على الارض وبتاع. زي ما انت شايف قدامك اهو، واخد الكورة قاعد بيجري وانا بحاول احط رجلي، وانما ايه طلعت بره ركنية او رمية تماس زي ما تحب تقولها بقى. خدت الكورة وجريت بس برضو بصيت، بعدين بحاول ابص على حاجة فاضية اهو، لقيت حتة فاضية بس ما شاء الله عليه خطير سريع قوي. انا حاسس ان قصدي بقى ما ظبطتش. وزي ما انت شايف عندك ولاد المحترمة لقوا فرصة من على الجنب وانا ما خدتش بالي منها. وزي ما انت واخد بالك اهو، شوف بصاها ده وقاعد بيجري دلوقتي اهو، خده على الجنب، وبعدين دلوقتي هيشوط وجاب جول على طول. طبعا تحس ان الكورة فيها مغناطيس للجول، معرفش ازاي، بس انا معرفش يعني اللعب تقيل فعلا ولا انا مش بقيتش عارف العب، انا مش عارف. لان انا بصراحة لو بصيت على اخر فيديوهاتي كده هتلاقي ان انا ما كنتش بنشر فيفا قوي، كنت وقتها في شوية رعب او كله رعب، بس شوية كده لو شوية كده شوية كده شوية كده، هو كنت محصور بين لعبتين. واكتشفت بعد كده ان ده خطأ كبير يعني، بيسبب حاجات الدكتور ضياء العوضي قال عليها جيوب أنفية ووجع في البطن. وبرضو الدكتور ضياء العوضي كان من كارهين باط الدجاج، لأنهم ما كانش بيحب البطاط بتاعتهم، ما كانش عارف ليه. وما كانش بيحب الدجاج لأنه كان شعري جدا، هو ما بيحبش الحاجات المشعرة. زي ما انت لاحظ هتلاقي إنه شعره خفيف جدا، أما بقى الدجاج شعره كبير وتقيل في جسمه كله، فهو ما كانش عاجبه الموضوع ده. طبعا زي ما انت شايف انتهينا خلاص من الفيديو واللعبة وكل حاجة، وزي ما انت شايف برضو ان احنا خلصنا وسكتنا ولعبنا واستهبلنا في الماتش، وخسرت ماتشين ورا بعض. مش عارف ازاي خسرت، مع اني انا بجد كنت حاسس ان اللعب تقيل. معرفش بقى هل اللعب تقيل فعلا ولا مبقتش عارف العب. فالمهم لو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب برضو، علشان يوصل للناس ممكن تحب اللي انا بقدمه ده وتستمتع قوي بالفيديوهات لو انت مش مستمتع اصلا. ولو انت مش مستمتع برضو اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل للناس اللي بقولك عليهم بقى. فيلا بقى، سلام.